لو عايز تدخل أو تدخلي كلية علوم مش عارفة عنها حاجة ولا هي المفروض نتخرج منها بنعمل ايه ولا هي ايه الكلية دي اصلا. تقريبا محدش يعرف عنها حاجة غير انها صعبة، ده الشهرة اللي موجودة عنها. في الفيديو ده هقولك كل حاجة، وانا هنا في كلية علوم المنصورة لو حد مش عارف. يعني اول حاجة هي اصلا كلية علوم. كلية علوم هي كلية بندرس فيها البيزك ساين، اللي هي العلوم الأساسية اللي اتبنى عليها الطب والهندسة والحاجات دي. هندرس بقى البيزك بقى اللي هو الأساس من الأقسام زي الكيمياء والفيزياء والبيولوجي والجيولوجيا والرياضة وعلوم حاسب. وفي أقسام تانية كتير، وكل جامعة في الكلية اللي فيها أقسام مختلفة. يعني ممكن في أقسام تلاقيها في المنصورة ما تلاقيش في القاهرة، والعكس. خرج منها علماء وباحثين مش أطباء ومهندسين تطبيقيين، لأ احنا بناخد الأساس اللي هما العلماء والباحثين والبحث العلمي والحاجات دي. بتركز أكتر على الفهم النظري والبحث العلمي والتجارب المعملية. يعني احنا عندنا في الكلية معامل كتير جدا، انت كل ترم عندك 3 4 معامل سكاشن، يعني معامل بتنزل تطبق بإيدك على حسب انت قسم ايه. الخارجين منها بيشتغلوا في مجالات كتير زي البحث العلمي والمعامل وشركات الأدوية والتدريس. وكل قسم ليه شغل كده منفرد بيه. وفي أقسام العلم علوم وعلم رياضة وعلم علوم ورياضة مع بعض. وفي برضو في أقسام كريدت وأقسام عام. أول حاجة ايه الفرق بين الأقسام الكريدت والأقسام العام؟ الأقسام العام بفلوس طبيعية بتنسيق الثانوية العامة. لو انت في المنصورة، القاهرة بيكون تنسيق بالجي بي اي بتاع سنة أولى، بتتخصص من سنة تانية. لكن في المنصورة لأ، من تنسيق الثانوية العامة. وكل بقى جامعة ونظامها. هي ايه أصلا الأقسام المتاحة في علوم المنصورة، وأصلا بتهيألي بتبقى متاحة في معظم الحاجات يعني. الأقسام العامة أول حاجة العلم علوم، بيدخلها علم علوم بس. الكيمياء، الكيمياء الحيوي، الكيمياء ونبات، جيولوجيا، مايكروبيولوجي، وعلم الحيوان. وكيميا وحيوان، كيميا وحيوان ده قسم بيدرس فيه الكيميا والحيوان، لكن علم الحيوان بيدرس فيه حيوان بس. دي أقسام لعلم علوم بس، وبيكون أعلى تنسيق كيميا حيوي. في علم الرياضة بقى بيكون فيه فيزياء ورياضة وإحصاء وإحصاء وعلوم حاسب. إحصاء وعلوم حاسب ده أعلى قسم برضه في علم الرياضة في التنسيق يعني. في المنصورة التنسيق زي ما قلت من الثانوية عامة. في بقى قسمين العلوم والرياضة مع بعض، الكيمياء وفيزياء والجيوفيزياء. القسمين دول بيدخلهم اي حاجة علوم او رياضة. الاقسام بقى النوعية اللي هي كريدت اللي هي بفلوس، علم علوم وعلم رياضة مع بعض في لهم 4 أقسام: البتروكيماويات وتطبيقاتها، الجيولوجيا البترول والتعدين، الكيمياء والأدلة الجنائية، والفيزياء الطبية. علم علوم بقى بس في التحاليل التطبيقية في علوم البيولوجية، والتكنولوجيا الحيوي اللي هي بايو تكنولوجي، ده قسم متهيألي مشهور ومعروف يعني. والكيمياء الحيوية التطبيقية وبيولوجيا الجزيئية، ده قسم كريدت من كيمياء حيوي اللي هو فوق، اللي هو في الأقسام العادية. لو مثلا ملحقتوش وعايز تدخله كريدت. وانا من نفسي يعني ما رشحش كريدت غير مثلا انت عايز تعمل تقليل اضطراب ومتقبلش تعالى كريدت. لكن لو جالك كيمياء او علوم حاسب فوق في الاقسام اللي هي العام ادخلها طبعا. بتكون عددها اقل شويه من الاقسام الكريدت. الاقسام الكريدت بتكون عددها كبيره. يعني دي مثلا الوظائف بتاعت كيمياء سبيشال قسم بيدرس فيه كل الكيمياء بقى، الكيمياء بس مش كيمياء الانسان او كيمياء، لا الكيمياء العاديه بتاعت اللي في المنتجات، الكيمياء اللي في الزيوت، اللي في الصابون، في الصباغه، الكيمياء اللي هي الكيمياء الصفرية. هو قسم يعني محبوب في الكلية، في ناس كتير ومعظم الدكاترة بيكونوا أصلا خارجين القسم ده. الوظائف المتاحة زي ما موجودة عندنا: مراكز البحوث اللي هي البحوث العلمية والبحث العلمي والحاجات دي، مصانع الزيوت والصابون، مصانع المنتجات والبلاستيك، شركات الصباغة اللي هي الألوان اللي بتطبع على الحاجة دي، شركات الأسمدة، مستحضرات التجميل اللي هي الكوسماتكس والحاجات دي، شركات السكر والمية والكهرباء، والمنظفات الصناعية والدهانات، وصناعة البطاريات والسبائك والحديد والصلب. أي حاجة حرفيا، أي حاجة بيكون فيها كيمياء. السلامة والصحة المهنية ده بيقولوا بوزيشن أو شغلانة حلوة يعني، أنا حطاها في البحث. وشركات ومصانع الأدوية، شركات ومصانع الأدوية بيكون في كذا قسم عايزين خريجين علوم أو صيدلة، هما الاتنين نفس الحاجة. بس بيكون في الإنتاج بيكون الأفضلية للصيدلة، لكن الجودة والحاجات دي الأفضلية للعلوم عشان هو ده كيميائي صرف يعني. ودي مواد الترم الأول في علوم المنصورة لو انت عايزها يعني. تاني قسم بقى كيمياء حيوي اللي أنا فيه، ده بيكون بندرس فيه الكيمياء في جسم الإنسان. وفي شوية كيمياء بره، بس معظم التخصص عندنا مركز على الكيمياء في جسم الإنسان. بنشتغل في مراكز البحوث، مستشفيات ومراكز الطبية كتحاليل كده يعني، شركات الأدوية، شركات المواد الغذائية، شركات المية، وعلاج الأورام في 57 59 في ناس كتير فيها،
حاجات كده. ونفس بقى الوظايف بتاعة برامج الكيميا، عشان إحنا برضه كيميا حيوي بناخد كيميا حيوي، يعني هو قسم special بس هو بندرس فيه الاتنين. ودي المواد بتاعة سنة أولى في المنصورة. تالت قسم بقى في علم علوم كيميا ونبات، برضه الشغل بتاعه مراكز البحوث، مصانع الأسمدة، مصانع الزيوت والصابون، مصانع السكر والأدوية الغزل مصانع السكر والأدوية الغزل والنسيج، مصانع لف وتدوير المخلفات عشان النبات يعني وكده، قش الأرز والإنتاج السماد العضوي. أنا مش فاهمة أوي الوظايف دي، بس أنت لما تسأل حد لو عايز تخش القسم ده، اسأل حد يكون في القسم ده وعارف. ووظايف برامج الكيميا طبعا بقى عشان هو برضه كيميا ونبات بيدرس كيميا والنبات معاه، وده مواد سنة أولى في علوم المنصورة. رابع قسم معانا الجيولوجيا، ده قسم بيكون تنسيقه قليل شوية في الكلية عندنا. بالوظائف بتاعته مراكز البحوث، مرصد الفلكية اللي هي الفلك والحاجات دي بقى، هيئة المساحة الجيولوجية، جهاز شؤون البيئة، شركات البترول. أنا أعرف ناس شغالة في شركات البترول خريجين علوم، عارفة من لينكد إن يعني مش طبعا شخصيا. والتعدين والمياه والمعادن والمناجم والآبار والحاجات ده، كل الحاجات الجيولوجية في الأرض والحاجات دي. وطبعا انت ممكن تكونوا سمعتوا عن مركز هشام سلام، أو دكتور هشام سلام يعني اللي عامل سلام لاب، ده عندنا في الكلية هما قسم جيولوجيا. ودي مواد الترم الأول سنة أولى في علوم المنصورة. خامس قسم معانا اللي هي كيميا وحيوان، الوظائف بتاعته مراكز البحوث ومراكز البحوث الزراعية عشان حيوان يعني، معامل التحاليل الطبية، معامل المصل واللقاح، شركات ومصانع الأدوية، أخصائي حقن مجهري، تقريبا بيعمل دبلومة بعدها وبيتخصص في الحقن المجهري أو ممكن يشتغل على طول، الله أعلم مش عارفة. شركات الموارد الزراعية، مصانع الأدوية البيطرية، مصانع الحليب والألبان، مختبرات الموارد الغذائية والمراكز الطبية التابعة لعلم الأجنة عشان هما معظم حيوان يعني يقعدوا الأجنة والحاجات دي. ووظائف برامج الكيمياء طبعا عشان هو كيميا وحيوان. ودي مواد سنة أولى. سادس قسم اللي هو الميكروبيولوجي، بيكون الوظائف بتاعته مراكز البحوث، معظم علومهم طبعا في مراكز البحوث عشان هي معروفة كلية بحثية وكده، ومعامل المصل واللقاح، مصانع الأشجار والخميرة، معامل التحاليل الطبية والكيميائية، معامل إنتاج الكحوليات والمضادات الحيوية. وشركات الأدوية برضه بياخدوا فيها ميكروبيولوجي، بيبقى أصلا مطلوب التخصص بتاع ميكروبيولوجي كوظيفة. ودي مواد الترم الأول هي السنة أولى. آخر قسم معانا بقى في علم علوم اللي هو علم الحيوان، الشغل بتاعه بيكون شركات الموارد الزراعية، مصانع الأدوية البيطرية، مصانع الحليب والألبان، مختبرات الموارد الغذائية، المراكز الطبية التابعة لعلم الأجنة، ومراكز الحقن المجهري. ودي مواد سنة أولى. انت سرش على كل وظيفة وشوف انت حابب ايه وتحب القسم ايه. نروح بقى لأقسام علم الرياضة بس. أول قسم الفيزياء سبيشال اللي هي فيزياء بس يعني، الوظائف بتاعتها مراكز البحوث، هيئة الطاقة السرية دي في القاهرة تقريبا، مصانع الزجاج، محطات التوليد الطاقة بأنواعها، التدريس، محطات الأرصاد الجوية، مصانع الأجهزة الكهربائية ومصانع الحديد والفحم، وأخصائي أشعة طبية. ده أشهر وظيفة أنا عارفاها على الفيزياء اللي هو أخصائي الأشعة. ودي مواد سنة أولى. تاني قسم علم رياضة اللي هو الرياضة طبعا يعني، الوظائف بتاعتهم مراكز البحوث، التدريس، برامج الفضاء المصري، هيئة الأرصاد الجوية، معهد التخطيط القومي، الهيئة القومية للسكان. وده مواد سنة أولى. آخر قسم بقى وأهم قسم وأعلى قسم في التنسيق عندنا في الكلية اللي هو الإحصاء وعلوم الحاسب، بيشتغلوا في مراكز البحوث، برامج الفضاء المصري، هيئة الأرصاد الجوية، الشركات والبنوك، وشركات البرمجة. هو تقريبا نفس الحاسبات بس في علوم، يعني تنسيق مثلا يكون أقل شوية. كان نفسي أدخله بس أنا علم علوم وهو علم رياضة متوفقناش مع بعض، دي مواد الترم الأول. آخر قسمين بقى في البرامج العامة اللي هي البرامج الطبيعية اللي هي من غير فلوس يعني، علم علوم وعلم رياضة سوا، كيميا وفيزياء. كيميا وفيزياء الوظائف بتاعته مراكز البحوث، هيئة الطاقة الذرية، مصانع الزجاج، محطات توليد الطاقة بأنواعها، تدريس، والحاجات اللي هي كيميا وفيزياء. الوظائف بتاعت قسم الكيميا سبيشال اللي قلتها كلها زائد الوظائف بتاعت الفيزياء اللي قلتها كلها. هما القسم بياخد الوظائف دي والوظائف دي، وبيدرسوا برضو ميكس بين الكيميا والفيزياء. المواد بتاعت السنة أولى دي. تاني قسم بقى العلوم والرياضة سوا، الجيوفيزياء، الوظائف بتاعته مراكز البحوث، المراصد الفلكية، هيئة المساحة الجيولوجية، جهاز شؤون البيئة، شركات البترول، التعدين والمية والمعادن والمناجم والآبار والحاجات اللي هي بتاعت الجيولوجيا دي. المواد بتاعت سنة أولى دي. هل هو عندكم يعني الفكرة اللي هو مواد سنة أولى بتكون مش متخصصة قوي، عشان احنا عندنا تخصص من سنة أولى بس المواد لأ، المواد بتكون ميكس بين كل الأقسام، ومن سنة تانية يبدأ بقى التخصص جامد، ومن تالتة بقى يبقى تخصص صرف مفيش مواد من أقسام تانية. ندخل بقى على الأقسام اللي هي الكريدت اللي هي فلوس. نتكلم الأول عن الأقسام اللي هي
علم علوم وعلم رياضة مع بعض. أول قسم البتروكيماويات دي، ده الوظايف بتاعته مهندس عمليات بشركة بترول وكيماويات، مشغل محطة معالجة المياه، مشرف إنتاج في المصانع المحلية والدولية وقطاعاتها، مشغل أنظمة التحكم بشركات البترول والبتروكيماويات. البتروكيماويات دي تقريبا بترول وكيميا مع بعض، اللي هي الحاجات اللي هي النفط والحاجات دي، بتهيألي يعني مش عارفة. تاني حاجة أخصائي سلامة وصحة مهنية في شركات بترول. أخصائي السلامة ده في الخليج بيقبض فلوس كتير جدًا، ومش القسم بس ده اللي بيشغله، اللي بتشتغل منه الوظيفة دي، لأ أي قسم في علوم بتشتغل عادي منه، بتاخد كورسات تقريبًا أو بتتدرب وبتشتغل عادي. لكن القسم ده بيشتغل أخصائي سلامة وصحة مهنية في شركات البترول والبتروكيماويات، مشرف جودة وتحاليل بمعامل المصانع المحلية والدولية، باحث في المشاريع التطبيقية والتطويرية في مؤسسة البحث العلمي، ده أي حد فيهم عادي. ودي المواد سنة أولى. تاني قسم معانا بقى في الكريدت العلمي علوم وعلم رياضة مع بعض، هو جيولوجيا البترول والتعدين. الوظائف بتاعة جيولوجيا البترول والتعدين: شركات البترول والغازات الطبيعية، معاهد الأبحاث البترول، الهيئة العامة للثروة المعدنية والمشروعات التعدينية، هيئة المواد النووية، شركات الإنشاءات والبنية التحتية وميكانيكا التربة والصخور، شركات بناء ورصف الطرق وحفر الأنفاق والحاجات دي بقى. المواد سنة أولى دي. تالت قسم معانا بقى قسم الكيميا والأدلة الجنائية، ده اللي كنت فيه أول ما دخلت الكلية وبعدين حولت. مش محولتش عشان هو وحش، بس أنا ده مش ستايلي، ده مش ده الحاجة اللي أنا عايزاها. الكيميا والأدلة الجنائية، أول الوظائف بتاعته: معامل مصلحة الطب الشرعي والتابع لوزارة العدل، إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة، المعامل الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، الصناعات الخاصة في معامل التحاليل البيئية، مراكز البحوث الاجتماعية والجنائية التابعة لوزارة التضامن، ووظائف برامج الكيميا. أي حاجة فيها كيميا، كل وظائف كيميا سبيشال شغالة معايا. ودي مواد سنة أولى، الترم الأول والترم التاني. آخر قسم بقى في الكريدت العلوم والرياضة، قسم الفيزيا التطبيقية. الوظائف بتاعته: مراكز التصوير الإشعاعي، المستشفيات والمراكز الطبية، مراكز المعدات الطبية اللي هي بتاعة الأشعة والحاجات دي، استخراج اليورانيوم وصناعاته، المختبرات العلمية والبحثية، المفاعلات وتصنيع العدسات وتصنيع العدسات وضبط الضمان. ودي مواد سنة أولى، الترم الأول والترم التاني. الأقسام بقى: الكريدت لعلم علوم، مفيش علم رياضة تقريبا، بيقولوا هيفتح السنة الجاية اسمه حاسب وذكاء اصطناعي تقريبا، حاجة اسمها حاجة كده يعني، ذكاء اصطناعي في الموضوع. أول قسم بقى في العلم علوم بس، التحاليل التطبيقية في العلوم البيولوجية عشان دي أحياء وكده. الوظائف بتاعته: معامل التحاليل الطبية والمراكز الطبية، إدارة الصحة والسلامة، ده قلتلكوا الوظيفة دي لكل الأقسام في علوم عادي، إدارة الغذاء والدواء، المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية. ودي مواد سنة أولى. تاني قسم بقى بايوتكنولوجي أو التكنولوجيا الحيوية، ده أشهر قسم تقريبا في الدنيا. الوظائف بتاعته: شركات تصنيع الأدوية، شركات تصنيع الأزمنة الحيوية والوقود الحيوي، شركات تصنيع المحاصيل الزراعية والأعلاف، محطات معالجة وتنقية المياه، شركات المؤسسية المسؤولة عن تطوير الزراعات وتحسين السلالات النباتية والحيوانية، الشركات الصناعية المنتجة للمواد الكيميائية والبروتينات والألياف والفيتامين والمنظفات والحاجات دي. ودي مواد سنة أولى. وكل شغلانة تعجبكوا ابحثوا عنها، وابحثوا عن القسم اللي يعجبكوا أكتر وأكتر يعني، عشان تبقى لما تسجل أو تقدم فيه تكون متأكد 100% إن ده القرار الصح. آخر قسم بقى معانا خالص في الكلية كلها: كيميا الحيوي التطبيقية والبيولوجيا الغذائية، زي ما قلتلكوا ده قسم كريدت من كيميا حيوي اللي في عام. الوظائف المؤهلة بقى ليه: شركات الأدوية والمستحضرات الطبية، المستشفيات والمراكز الطبية، مراكز البحوث العلمية، شركات الموارد الغذائية، ومعاهد الأورام، زائد وظائف برامج الكيمياء. هو القسم كريدت اللي فوق، بس مرتب مختلفة شوية، وده كريدت بيبقى العدد فيه أكتر وحاجات كده يعني. المواد المستوى الأولى ده مواد سنة أولى، دي الترم الأول اهي، والترم التاني التانية دي. كده بس كده كل الأقسام اللي في علوم المنصورة. وتقريبا دي معظم الأقسام برضو في الكليات التانية يعني، ممكن الجامعات التانية، ممكن الجامعة التانية فيها قسم زيادة، قسم أقل، وهكذا. يعني أدلة جنائية موجودة هي في المنصورة، موجودة في حتة تانية يعني في الجمهورية مش موجودة تاني. وفي أقسام بقى كده يعني، في أقسام في اسكندرية مش موجودة عندنا، وهكذا بقى. ابحث عن كل الأقسام اللي في الكليات لو معجبكش الأقسام هنا يعني الصورة دي مثلا كان التنسيق الداخلي بتاع الكلية السنة اللي فاتت. شوف مجموعك، والتنسيق بيزيد شوية وبيقل شوية على حسب طبعا الطلبة اللي داخلين تنسيق مجموعهم قد ايه، وعلى حسب اللي عايزين القسم كله. يعني هو أعلى قسم زي ما قلتلكوا، أعلى قسم في علم الرياضة الإحصاء وعلوم حاسب كان واخد 259، مش عارفة النسبة كام. وكيميا حيوي واخد 277 السنة اللي فاتت. أنا بقى من رأيي تختاروا شوفوا الوظائف دي كلها وشوفوا المواد،
وشوفوا كل حاجة عن القسم اللي يعجبكم أو لفت انتباهكم وابحثوا عنه واسألوا ناس لو تعرفوا ناس فيه، وهاحط في الdescription لينك الإنستجرام بتاعي، أي حد يسأل على حاجة أو عايز حاجة يكلمني هارُد على طول، هارُد على أي حاجة، لو عايزين مثلًا حد في قسم تاني لو أنا عارفة هابعت لكم رقمه أو هابعت لكم الaccount بتاع الإنستا بتاعه واسألوه. بس ده كل حاجة، بالتوفيق يا رب. والكلية بجد مش وحشة، الكلية حلوة بس عايزة سعي، يعني معظم الشغل بيكون في القاهرة، فانت لو من القاهرة أو انت عندك السعي أو عندك المقدرة انك تروح القاهرة دي حاجة كويسة جدا. لكن الشغل عندنا مثلا في الأرياف أو كده هتشتغل يا في التدريس يا تفتح معمل تحاليل. اللي بيفتح معمل تحاليل بياخد دبلوم الكيميا حيوي بعدها سنة، يعني كده الكلية 5 سنين، ويفتح المعمل تحاليل باسمه عادي خالص مفيهاش أي حاجة بس كده. لكن لو روحت مثلا القاهرة اسكندرية، رُحت أي حتة فيها العاشر، أي حتة فيها منطقة صناعية، أي مصنع عايز كيميائي، يعني مش الأدوية بس، مش الصباغة بس، مش أي حاجة، بجد أي مصنع بيكون عايز كيميائي. فبالتوفيق يا رب، أي حد عايز حاجة زي ما قُلت ابعتوا لي انستا وأنا هارُد عليكم كلكم، اعملوا اشتراك هنا ولايك، وابعتوا الفيديو ده لأي حد متردد في الكلية أو عايز يعرف حاجة عن الكلية، وبس كده.